الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب إن شاء الله. صباح خير عليكم، وإن شاء الله يومكم كله سعيد، والمريض ربي يشافيه، والمسافر يرجع بالسلامة. وحبايبي اليوم حبيت أقدم لكم الطبق الفطور اليوم. طبعا جبن كله يشتريه من السوق، أما الطبق هذا حبيت أوريكم شلون أسويه، وأنتم إن شاء الله تجربونه عندكم وتشوفونه حلو ولا لا. سويت طبق بالبيض، هذا قدامكم بيض والجبن الشرائح مع البسطرمة على الطريقة التركية. شوفوا حبايبي، إذا تريدون انتم بكيفكم شنو تريدون تسوونه، بطريقة لف برم، تريدون تسوونه بطريقتي المربعة، بحسب يا تردون الشكل، تريدون مثل هذا الشكل، بهذا الشكل، مثلث، أشكال انتم حسب اللي تحبونه ورغبتكم. وإذا عجبكم الطبق وتريدون تعرفون شلون سويته، تعالوا وياي على المكونات حبايبي. إن شاء الله الفطور اليوم عجبكم. وهذا الشاي وياه، هذا الشاي العراقي حبايبي، شوفوا المهيل. حبينا نسوي مثل السندويشة وناكله بالسندويشات اليوم، وحبيت أشارككم فطوري حبايبي. بديتكم حبايبي، نقدر نسويها سندويشة، نخليها. شوفوا 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 الجبن ولا بسطرمة، نخليها ونحميها بالصاجة. شوفوا حبايبي، إن شاء الله عجبكم، أتمنى تقولوا لي شنو رأيكم بيها. شوفوا حبايبي، هسه راح نسوي سندويشة ثانية ندخل عليها كاتشب، هذا اللي يحب الكاتشب. صراحة أنا أحب الكاتشب، كلش حلوة. تقدرون تخلون عليها خس، تريدون تخلون عليها طرشي وتكبسونها بالكابسة. إن شاء الله يعجبكم حبايبي. شوفوا الله، صراحة أنا من يمي اشتهيت. يلا حبايبي راح نتريق. وعلى بركة الله حبايبي نبدي وياكم بالمكونات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. حبايبي شوفوا، اليوم نسوي وجبة البيض مع الجبن الشرائح، جبن الشرائح مع البسطرمة. طعمها كلش حلو، ريحتها كلش حلوة من البهارات، مسوينها من اللحم البقر بتركيا هنا، كلش حلوة. وياها الزبد نخليه، واحنا اليوم هنا
جايبين صمون المدور، وهذا معاه نخليه شوية فلفل شطة، معاه النعناع الناشف وملح. على بركة الله نبدأ وياكم بالمكونات. هنا مخلين زيت وزبدة حبايبي. هسه أول ما نبدأ بالتحضير، أول ما نسبتوا شوية البسطرمة نحمصهم، لأنه ما يصير نخليهم بالسندويشة البيض شوية يعني نيات ما مستويات، لازم نحمصهم. راح نخليهم في سندويشة مات بيض نخلي بيها 4، بس احنا راح نحمصهم كلهم لأنه راح نطيب بيها البيض. نحمصهم ونخليهم بالصحن شوية قليل نحمصهم. حبيت اليوم اوريكم فطورنا لهذا اليوم. شوفوا هيجي، لا تحمصونهم زايد. ريحة الزبد طلعت من عندهم حلوة. راح نطلعهم بهذا الصحن. هسه ننصع على النار. هسه حمصنا احنا هذا بسطرمة وراح نخليه، راح نطق بالتاوة. راح نخلي ملح، نخبطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنا منصين عليهم النار. شوفوا حبايبي، على ما شوية تستوي تفخ البيضة. شوفوها شلون صارت حلوة. متأكد ان هي ما لازقة. راح نخلي شريحة مال جبن ونصفط عليهم. هسه راح نسويهم مثل السندويشة. بيهم بالصحن هنا. شوفوا راح نخلي عليهم فلفل
شطة، نعناع شوية، يعطيها طعم. شوفوا حبايبي راح نسوي وياكم الثانية. حبايبي من بعد ما خلصنا الوجبة الثانية، السندويشة الثانية للبيض سويناها لقدامكم. هذا طبق التقديم. شوفوا حبايبي، وحطينا معاه الفطور جبن وزيتون نوعين، وهذا الشاي. شوفوا حبايبي، ومكانكم فارغ. هذا الشاي العراقي الحلو المهين. أتمنى يعجبكم فطورنا لهذا اليوم البسيط الخفيف السريع. إذا عجبكم الطبق لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم مني كل جديد. وإن شاء الله يعجبكم وتقولوا لي بالكومنتات شنو رأيكم باللي سويته.